لو سألت أي حد أهلاوي يعني تقول له إيه تتمنى من إدارة الأهلي في يناير، قبل ما يقول لك أنا عايز لاعب اتنين تلاتة أربعة، هيقول لك لأ، بيرسي تاو كده شكرا. المشكلة مع بيرسي تاو إنها مشكلة مش موضوع كواليتي. مشكلة بيرسي تاو يا باشا إيه؟ إن اللاعب خلاص، اللاعب بيجي دلوقتي يلعب ماتشين تلاتة ويتصاب مكانه بدالهم شهر ونص. هو لعب معانا ماتش المحلة، ولعب معانا ماتش الاتحاد. هوب النهارده ظهرت إصابة في الخلفية. هوب بعد كده هنعمل فحوصات، ظهرت الفحوصات غياب شهر ونص. احنا الشهر ونص دول عمرنا ما خدناهم منه لعب كورة. فدايما هو تلاقي البدني بتاعه واقع خالص، لكن هو كلاعب لا، هو لاعب جودته حلوة وكورته حلوة وكل حاجة، بس مش بيدي الأهلي خلاص. ولازم إدارة، وده لاعب أجنبي، اللاعب أجنبي ده يعني واخد مكان في الفريق ودفع فيه فلوس. لا خلاص، الأهلي كده في شهر واحد شكرا بيرستاو. من دلوقتي يدور على لاعب أجنبي محترم ويكشف عليه كويس الأول عند فليب. يكشف عليه كويس في أي سباير ولا أي حاجة، بعد كده تتعاقد معاه. لأن الأهلي يعتبر خلاص من من الأسبوع ده أو من بعد كأس العالم داخلين على مدعكة. طبعا ولا تساعد ولا في بطولة عربية ولا في بطولة أفريقيا. أول توقف ليك يا باشا دولي في شهر 3، 17/3. لولا ما ايه الدوري هيوقف والكلام ده تخش في أجندة دولية. فأنت معاك بقيت شهر 12 وشهر 1 وشهر 2 وشهر 3. معاك ماتشات دوري مضغوطة، معاك كاس قديم، كاس جديد هيتفتح، ولا كاس رابطة، ودوري أبطال أفريقيا معاك في شهر 2. ودوري أبطال أفريقيا ده هيمشي معاك أسبوع في أسبوع في أسبوع. فلازم خلاص بديل مكانه، وبديل نختار كويس. يعني انت لو وصلت لاحتياجات الأهلي لازم يجيب لاعب وينج شمال محترم، وراس حربة هجام تاني، راس حربة هجام. بعد ما كان ظاهر شادي حسين بقى بدأ يسحبه تاني ويجرب في التوليفة اللي هو عايز يوصل لها دي في يناير عشان يعرف احتياجاته. فاحنا لو بمعنى انت لكن شادي حسين بعته من الفورمة شوية، فانت عايز لك مهاجم هجام. وبرونو سافيو ده ما ينفعش يلعب اطراف عشان دفاعه دفاعيا مش كويس، يعني هو مش بيرجع يدافع ولا الكلام ده. فالاهلي داخل على مدعك. في موضوع تاني كنت عايز اتكلم فيه اللي هو ايه، خصوص الزمالك. خصوص الزمالك يعني يعتبر الاتحاد الوحيد في الألعاب الجماعية اللي تحس يعني في ناس فيه عندها ضمير. اتحاد السلة. اتحاد السلة ده طبعا زي ما عارفين في الصيف اللي فات دخل الزمالك مشكلة بسبب أنس أسامة اللي راح الاتحاد. الزمالك قال لك من حقي وهم يقول من حقي، لحد ما طلع الاتحاد وقال لك يا باشا لا، ده من حق الاتحاد السكندري. والزمالك متكلمش، لأن انتوا عارفين الزمالك لما بيكون ليه حق ما بيسيبش حقه خالص. في بقى يا باشا ظهر ايه، موضوع المحترف بتاع السلة بتاع الزمالك ده حتى الآن ما اتقيدش. ده المفروض يا باشا آخر ميعاد ليه في القيد يوم الخميس. فطبعا ايه، إدارة نادي الزمالك حبت تستنصح وتدي اتحاد كرة السلة شيك عشان تسجل الرسوم بتاعة القيد. طبعا البنوك محجوز عليها. فراح اتحاد السلة الضمير صاحي عندي، قالوا لا احنا عايزين الفلوس كاش. بناء عليه اللاعب لحد دلوقتي ما تسجلش، واللاعب لحد يوم الخميس لو ما تسجلش يوم الخميس كده اللاعب يمشي ايه من نادي الزمالك. فلو بقيت الألعاب طبقت العدل، سواء اتحاد الكورة اللي فيه الكابتن بركات وحازم إمام، واتحاد اليد واتحاد الطايرة، طبقوا الدنيا زي خلق الله، هنشوف فيه منافسة في الألعاب دي. أي نعم هو مكانش فيه منافسة في القدم، بس آخر سنتين لما دخل عمك الجنايني ودخل الحبايب الحلوين دول مظبطين الدنيا ايه للزمالك.